نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمدح ولادة الإناث، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بشر بأنثى فقال إنما كان الأنبياء هم آباء البنات. وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك جمع ممن كان قبله من الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام مثنيا على من يربي الأنثى ويعتني بها، قال من عال جاريتين، يعني من اهتم وربى جاريتين بنتين، من عال جاريتين حتى تبلغا كن له حجابا من النار. فبين صلى الله عليه وآله وسلم فضل ذلك. وفي رواية قيل يا رسول الله وواحدة؟ قال وواحدة. وكان السلف رحمهم الله تعالى يؤكدون على مثل ذلك، ويعتبرون ولادة البنات والقيام عليهن عملا صالحا يدخل صاحبه الجنة. هذه الأخلاق أيها المسلمون هي التي ينبغي أن يعتني بها الآباء. كلما زادت عنايتك بابنتك وزاد احترامك وتلطفك معها، سواء إن صغيرة أو كبيرة، كبرت في عين زوجها وفي عين أبنائها وفي عين من صاهروكم. لكن إذا كان الإنسان ربما أحسن إلى أولاده وأهمل ابنته، هذا من أكبر الخطايا. وكم نرى اليوم مع الأسف أيها الناس من أقوام يحرص على أن يزوج ولده، ويحرص على سكن ولده السكن الفارغ، ويحرص على نوع سيارته، وربما تفقد الولد كم راتبك، هل يكفيك أم أزيدك. وربما جاءت الفتاة المتزوجة ابنته ونظرت في بيت أخيها، وإذا أثاث ومعيشة حسنة، وإذا ربما مال عند زوجات إخوانها، وتعلم أن هذا كله من مال أبيها، وأن الأب إذا جاء العيد أعطاهم، وإذا احتاجوا أعطاهم، وربما يزيدهم أحيانا ويتفقدهم، وهي ربما كانت في عيشة ضيقة مع زوجها فتخجل أن تطلب منه، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ربما كان سبب دخولك إلى الجنة ليس العشرة أولاد، بل تلك الفتاة التي أهملتها. من عال جاريتين حتى تبلغ كن له حجابا من النار. قالوا وواحدة؟ قال عليه الصلاة والسلام وواحدة. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.